طبعًا لو حلفت لِك وقُلت لِك إن عملت من بيضتين 7 تورتات حلوين جدًا، وكمان تسويتهم ما كانتش في الفرن. بجد، بجد هاتي بيضتين وتعالَ نعمل بيهم أحلى 7 تورتات حلوين جدًا زي ما أنتم شايفين، وبأقل كمية كريم شانتيه هتطلّعي الكمية من التورت دي سهلة وبسيطة. تعالي كده فرّحي بيها ولادِك، وكمان طعمها خطير وبأقل الإمكانيات، وفي نفس الوقت بأقل كريم شانتيه عندِك هتعملي التورت دي بجد خطيرة، ومكوناتها سهلة جدًا وبسيطة، وممكن في الخلاط وممكن بالمضرب زي اللي موجود عندِك اعمليه. نقول كده بسم الله ونقول الوصفة مع أول بعض. حاجة حاجة بتجيبي الخلاط عندِك أو بتجيبي كده بولة لو عندِك بتضربي بالمضرب الكهربائي، بابتدي إن أنا أحط فيهم البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده باضيف عليهم نُص كوباية من السكر ومن غير فانيليا عشان دي كمان شوكولاتة. مش ضروري لمّا تعملي كيكة شوكولاتة تحطي فيها فانيليا. الكاكاو ما بتبينش تمامًا زفارة البيض. باضربهم كده ضربة كده بالمضرب الكهربائي، وبعد كده بانزل عليهم بنُص كوباية من الزيت وكوباية من الحليب أو كوباية وربع من الحليب برضه بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده بادّيها ضربة برضه في بالمضرب الكهربائي أو الخلاط، وباضيف عليها كده كوباية من الدقيق المنخول، معلقتين من الكاكاو الغامق برضه المنخول، ومعلقة كبيرة أو كيس بيكنج باودر أو كيك شيف، وبعد كده بانخلهم كويس جدًا، لازم ننخلهم، وبعد كده باضربهم كده ضربة بالمضرب الكهربائي لحد لمّا تتجانس كده كل المكونات ويختفي الدقيق زي ما أنتم شايفين. بالِم كده عجينة الكيك كده زي ما أنتم شايفين، وكده بقى عندي أحلى كيك شوكولاتة سهل وبسيط. وقُلت لِك زي ما أنا قُلت لِك كده تعمليه عندِك في الخلاط أو المضرب اللي موجود عندِك. باجيب كده الأطباق دي بتاعة الصيني، البولات الصغيرة بتاعة الشوربة الصغيرة خالص كده، بادهنها زيت وما تقلقيش مش هيجرى لها حاجة خالص. لازم تدهنيها كويس زيت، وبعد كده بابتدي إن أنا أحط بقى الكيك بتاعي كده في البولات زي ما أنتم شايفين. بابتدي إن أنا أقسّمها تيجي معايا كده 7 بولات. أصغر بولات عندِك في طقم الصيني عندِك، بابتدي أو البولات الصغيرة عندِك بتاعة الجيلي، بتبتدي إن أنتِ تحطّي فيها كده، وتبتدي إن أنتِ تجيبيهم تحطّيهم في حلة أو صينية. الصينية ما كفّتش ال7 بصراحة، حطيت الباقي كده عندي في طاسة، وباحط عليها مَيّة يا دوبك كده تبقى نُص المَيّة تبقى نُص ارتفاع المَيّة بيبقى نُص البولة. بعد كده باحطها على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق شايفين ارتفعت إزاي؟ ممتازة جدًا، ارتفاعها مضبوط ومرتفعة جدًا وفي نفس الوقت خطيرة، وما خدتش معايا دقايق، كانت على النار كده بدون فرن ولا أي حاجة. خلّصت التسوية بتاعتها سِبتها تهدى شوية أو تبرد، وابتديت إن أنا أخرّجها. لو حسيت إن هي لازقة شوية في البولة، بتبتدي إن أنتِ تخرّجيها كده بالسكينة كده، تبتدي إن أنتِ تحرّكيها كده، هتطلع معاكِ بكل سهولة بدون ما تتكسّر معاكِ ولا أي حاجة. عايزة أقول لكم إن ارتفاعها ممتاز، حلو جدًا وجوسي. الكيكة بتاعتها خطيرة. أهم حاجة الكاكاو يكون نوع ممتاز عشان يطلّع معاكِ الكيك جوسي كده تحسي إن هو فادجي. بعد أمّا تبرد بابتدي إن أنا أقطّعها كل واحدة كده على 3 طبقات زي ما أنتم شايفين، مش أكتر من كده، لإن ارتفاع الكيك حلو بس في نفس الوقت مش هيبقى ينفع نقطّعه على 5 ولا 6. 3 طبقات ممتازين جدًا، وابتدي إن أنا أقطّعهم كلّهم طبعًا بعد أمّا بردت تمامًا. ويُستحسن إن أنتِ تسيبيها بايتة في التلاجة يوم. أي نوع كيك تبيتيه عندِك في التلاجة بيدّيكِ نتيجة أحلى بكتير. بعد كده بابتدي إن أنا أحضّر الكريمة. طبعًا نُص كوباية، ربع كوباية، اللي موجود عندِك من بودرة الكريم شانتيه. أخدت معايا تقريبًا نُص كوباية بودرة كريم شانتيه، عليهم نُص كوباية كوباية إلا ربع من اللبن الساقع أو المَيّة الساقعة، وابتدي إن أنا أضربهم بالمضرب الكهربائي لحد لمّا أوصل للقوام اللي أنتم شايفينه ده. وبعد كده حابة إن أنتِ تحطّي صوص شوكولاتة. أنا هنا كنت مضاعفة الكمية لإن كنت باعمل حاجة تاني. بابتدي إن أنا أحط معاها معلقتين من صوص شوكولاتة أو معلقتين من بودرة الكاكاو الغامق، هاضربهم كويس. وبعد كده باجيب الكيك بتاعي طبعًا يكون بارد تمامًا، والكيكة والكريمة تكون ساقعة. بابتدي إن أنا أجيب الطبقات كده، أول طبقة باحط عليها باحط الكريمة الأول في كيس حلواني، وابتدي إن أنا أجيب الكيك بتاعي، وباجيب أول طبقة واحط فيها الكريمة، وباحط الطبقة التانية وباحط عليها كده باغطيها بالكريمة. ولو عندِك صوص شوكولاتة أو أي صوصات حابة إن أنتِ تحطيها في النُص بتحطيها، حابة إن أنتِ تحطي مكسرات اللي موجود عندِك، حابة تقدميها كده براحتك، اللي موجود عندِك بتحطيه. تبتدي إن أنتِ تخلّصي كل الكمية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبتخلص معاكِ في دقايق. عايزة أقول لِك إن هي خطيرة، في دقايق تكوني محضّراها. ممكن تعملي روزيتات كده وردة، وممكن تغلفيها خالص بالكريمة زي ما أنا عملت كده زي ما انتم شايفين. شايفين كأنها تورتاية كبيرة بجد خطيرة. تورتاية يعني ما تقوليش ان انتي بتعملي كده كيكة عادية، انتي كأنك كده بتفنني وتعملي كده تورتاية.
انواع تورت في نفس الوقت اقتصادية جدا زي ما انتوا شايفين. هخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن تغلفيها بصوص شوكولاتة من فوق. بجد خطيرة وسهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. هخلص كل الكمية بالشكل ده، ويستحسن ما بين كل ما تعملي كده طبقة تحطيها في التلاجة شوية، لان احنا في الحر والحاجات دي في ثواني بتبصي تلاقيها كده بتسيح معاكي في ثواني الكريمة. بابتدي إن أنا عندي صوص شوكولاتة، بابتدي إن أنا أحط صوص الشوكولاتة من فوق. ما عندكيش بتبتدي إن أنتِ تغلفيها كويس جدًا بالكريمة، وتبتدي إن أنتِ تقدميها. عندِك sprinkles كده تبتدي إن أنتِ تحطيها فوق الوش عشان تفرحي بيها الولاد، وتحطيها على قاعدة كده أو تحطيها في طبق صغير. عايزة أقول لكم إن هي خطيرة، طعمها خطير، الكيك كده يجنن يا جماعة، بجد جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. يا رب النهارده تكون الوصفة عجبتكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.